عملت النهارده لولادي حبيب قلبي كيكه الهبه بطريقه سهله وبسيطه. عملتها 3 طبقات كيكه حلوه قوي ومقاديرها بسيطه وجميله وطالعه حلوه. وكمان عملنا الكنافه بالبيستاشيو بطريقه حلوه قوي. والطبقه الاخيره كانت نوعين شوكولاته، شوكولاته خام وشوكولاته بيضه، وحلوه قوي يا حبيب قلبي. قد ايه هي غرقانه بالشوكولاته، والطبقات بتاعتها حلوه قوي. وندوق بقى كده مع بعض. بجد واو، طعمها حلو قوي، جوسي كده وغرقانه في صوص البيستاشيو مع صوص الشوكولاته مع الكيكه الحلوه بتاعتنا. بجد هم يستاهلوا لايك، هم كمان طريقه سهله وبسيطه وخفيفه قوي يا حبيب قلبي. وبجد هي كمان تستاهل الاسم بتاعها الحلو الجميل. ودي احلى كيكه هبه ان شاء الله باذن الله. نشوف كده مع بعض يا حبيب قلبي، نشوف عملنا العظمه دي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشيني خالص. يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. النهارده هنعمل كيكه الهبه طبعا بلبن، بيفاجئنا كل يوم بافكار جديده وبجد حلوه قوي، وبشكرهم على افكارهم الجميله. هنعمل بقى كيكه الهبه في البيت بطريقه سهله وبسيطه ومقادير حلوه قوي، وان شاء الله باذن الله تظبط معاكم من اول مره يا حبايب قلبي. مقاديرنا سهله وبسيطه، وربنا يجعل بيوت امه محمد عمرنا بالخير. معانا بقى كده كوبايتين الا ربع دقيق طبعا نخلته، ومعايا كده كوبايه كاكاو خام، معايا نص كوبايه زيت، ومعايا علبه زبادي من هي الكبيره، ومعايا كوبايه ونص سكر، والسكر حسب الرغبه، يعني انت لو حبيتي تقللي عن كده مفيش اي مشاكل خالص. ومعايا 3 حبات بيض ويكونوا بحراره الغرفه حبيب قلبي. نص معلقه خل ومعلقه كبيره فانيليا سايله او فانيليا مليان الحبيبات دوت، معلقه بيكنج باودر بس مش اكتر من كده، وربنا يحسن ما بين ايديكم. اول حاجه بقى كده حبايب قلبي هنزل ب3 حبات بيض. عايزه تستخدمي الخلاط عادي خالص، مضرب يدوي مفيش اي مشاكل خالص. وهننزل عليها بالخل والفانيليا. معايا كوبايه ونص سكر، وهنضرب بقى كده الخليط بتاعنا حلو قوي لما ندوب السكر كده ويعمل فوم عالي كده شويه معانا. ونشوف هنعمل ايه تاني. مش ضروري حبيب قلبي ان احنا ندوب السكر على الاخر، يعني اهم حاجه ان هو يفتح معانا اللون ده. احنا هننزل بحاجه بقى هتدوب السكر وهتدينا كده ان شاء الله باذن الله قوام حلو قوي. هننزل بقى كده بالزيت مع التقليب كده يا حبيب قلبي، نص كوبايه زيت نباتي بقى، زيت ذره، زيت عباد شمس، اي زيت يعني انت حباه. هننزل كده بالزبادي، كوبايه زبادي، وهنقلب بقى الخليط ده كله كده مع بعضه كده يا حبيب قلبي بالشكل دوت. هننزل بقى كده بالكاكاو، الكاكاو خام، كوبايه كاكاو يا حبيب قلبي بالشكل دوت. هننزل كده بالدقيق، انا معايا كوبايتين الا ربع. هنزل كده، هسيب شويه دول عشان الدقيق يعني بيختلف من دقيق لدقيق. ومعايا كده كوبايه بيكنج باودر كبيره. هنقلب بقى كده يا حبيب قلبي. دمجنا بقى كده الخليط يا حبايب قلبي. وطبعا ده مش شكل كيكه خالص، ازاي هتبقى بالشكل دوت؟ لا، احنا هننزل دلوقتي بكوبايه الا ربع ميه سخنه وتكون بتغليش طبعا، شايفين الدخنه كده. ومعايا بقى كده ربع معلقه اللي هي قهوه سريعه الذوبان، يعني لو انتوا مش حابين مفيش اي مشاكل خالص، بس هي بتعزز طعم الشوكولاته وبتبقى حلوه قوي. هنقلبها حلوه قوي كده حبايب قلبي. وهننزل على الكيكه بتاعتنا بالشكل دوت. وانا قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت ما تقلقوش خالص، لا بتاثر على شفتوا ما بتاثرش خالص لا بتاثر على البيكنج باودر ولا بتسوي البيض ولا اي حاجه خالص. هندمج بقى حلو خالص كده الكيكه بتاعتنا. نستمر في التقليب يا حبيب قلبي، ما نقلقش. يعني اول ما الميه بنحطها طبعا بتبقى يعني الميه بتبقى حوالين الكيكه، ما نقلقش خالص، ما فيش اي مشاكل خالص. نستمر في التقليب لما نوصل للقوام ده. وده قوام الكيكه الحلو الجميل زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، وريحتها حلوه قوي. ان شاء الله باذن الله هتعجبكم الطريقه. هنشيل بقى كده المضرب، ومعايا بقى كده صينيتين بايركس بالشكل دوت. انا عايزه سمك الكيكه مش ما يكونش كبير قوي، فهعمل صينيتين. ننزل بقى كده بالشكل دوت، النص بالظبط. هننزل كده يا جماله يا جماله بالشكل دوت كده.
طبعا لسه معانا مرحله تانية هنعملها مع بعض. كده انا هوزع الكيكه كده بالشكل دوت، هوزع التانية برضو كده. هدخلها بقى الفرن يا حبيب قلبي على حراره 180 رف اوسط. مش هتاخد معانا وقت، يعني هنقول نص ساعه كده ونتابعها بالخله بقى زي ما بنعمل. اهم حاجه بقى ان احنا نوزعها حلوه كده عشان تطلع معانا مظبوطه. ده فرن يا حبيب قلبي طبعا مسبق الحراره، يعني انا ولعته قبليها اول ما بدات اشتغل في الكيكه على 180 ان شاء الله باذن الله تلت ساعه، وبعد كده نتابعها بالخله بقى مع بعض خطوه بخطوه. بقى الكيكه بتاعتنا وان شاء الله باذن الله هتطلع حلوه قوي ان شاء الله يا حبيب قلبي. طبعا هي السمك بتاعها مش سميك قوي فمش هتاخد وقت، يعني ربع ساعه بالظبط ونبدا بقى نتابعها. وطبعا الكيكه اول ما بتبدا تستوي بتبدا بقى تدينا الروائح الحلوه الجميله دي، فطبعا هنتابعها بقى اول ما نشم الروائح الحلوه. معايا بقى كده نص كيلو كنافه انا حطيتها في الفريزر، قعدتها زي ساعتين كده، وبعد كده طلعتها فرقتها كده بايديا فاتقطعت بقى خفيفه خالص كده. وممكن تعمليها في الكب يا حبيبه قلبي. ومعايا كده 3 معالق زبده او سمنه، يعني يا زبده يا سمنه اللي انت حباه. ممكن تحطيها لو عندك ميكروويف تحطيها فيه، او ممكن تدخليها الفرن لما تاخد لون. انا هعملها على البوتاجاز من فوق، هاخدها بقى كده ونولع عليها على نار هاديه وتفضل ايدينا مستمره كده في التقليب لما ناخد اللون الذهبي الحلو. ولعت النار بقى كده يا حبيب قلبي ومهدياها خالص، وطبعا نستمر بقى كده في التقليب وناخد بالنا عشان ما تلسعش مننا. عايزينها كلها تاخد لون واحد، اللون الذهبي الحلو. طبعا ناخد بالنا بقى مع استمرار التقليب كده، وهنشوف مع بعض النتيجه. نستمر بقى في التقليب يا حبيب قلبي لغايه ما ناخد اللون الحلو الجميل دوت. شايفين لون ذهبي وحلو، ومفيش واحده واخده لون عن الثانيه، يعني كل حبه من الكنافه شعريه واخده نفس اللون بالشكل ده. نطفي عليها بقى كده ونروح نشوف الكيكه بتاعتنا. فركت بقى الكيكه يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين كده، ريحتها حلوه قوي وقوامها حلو، وكمان يعني السمك زي ما انا كنت عايزه بالظبط. لو عاليه بقى عن كده ممكن نخرجها ونشيل الوش، وبعد كده نحطها تاني في الصينيه قبل ما نعمل الخطوات اللي احنا هنعملها. الكيكه بتاعتنا حلوه قوي واختبرناها، شايفين بقى كده، شايفين كده حبيب قلبي مستويه حلوه قوي. معايا كده كوبايه حليب، حطيت معلقه واحده بس سكر، وهنسقي بقى كده الكيكه بتاعتنا. هنسقيها بقى كده باللبن عشان تبقى جوسي كده وطريه وحلو خالص. طبعا موضوع بقى سقيه اللبن دي اختياري، لو انتي مش حباها عادي خالص، بس هي بتطري الكيكه وبتخليها طعمها حلو قوي، واحنا عايزين نعمل حاجه حلوه وافضل من بره كمان. يا حبيب قلبي نسقي بقى الكيكه التانيه. بقى كده صينيتين الكيكه حبيب قلبي بكوبايه اللبن، وحطيت لها معلقه سكر واحده بس. طبعا الكيكه بتاعتنا بتشرب اللبن بقى، وان شاء الله باذن الله هتبقى حلوه قوي. معايا بقى كده الكنافه اللي انا حمرتها معاكم، ومعايا كده كوبايه من البيستاشيو زي ما انتم شايفين كده، انا حطيتها في الميكرويف فدابت بقى كده بالشكل دوت. هنزلها بقى كده على الكنافه بتاعتنا. طبعا بقى اي صوص انتي حباه، بس هو اساسه البيستاشيو يعني، بس انتي لو حابه مثلا لوتس اي صوص انتي حباه مفيش اي مشاكل خالص. هنقلب بقى الكنافه بتاعتنا حلوه قوي. طبعا سيحنا بقى صوص البيستاشيو حبيب قلبي، ونزلنا على الكنافه بقى اللي احنا كنا محمرينها. طبعا على حسب ما انتي بتحبوه، يعني تقلليه تزوديه. انا ولادي بيحبوه فانا زودته كده. لازم الكنافه بتاعتنا تبقى يعني غرقانه بيه كده. هننزل بقى كده على الكيكه بتاعتنا، يعني هقسمه بالنص على الصينيتين كده يا حبيب قلبي، وبعد كده اوزعه. هنزل بقى كده يا حبيب قلبي بالشكل دوت. هوزعه بقى كده على الكيكه. تبقى الكنافه بالبيستاشيو حبيب قلبي بالشكل دوت. وطبعا شايفين الطبقات حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده. طبعا لسه معانا طبقه اخيره، والطبقه الاخيره بتبقى عباره عن شوكولاته خام. انا معايا شوكولاته خام ومعايا شوكولاته بيضه بالحليب زي ما انتم شايفين كده، ومعايا كوبايه لبن. هنزل هنا كده بنص كوبايه، وهنزل هنا بالنص التاني بالشكل دوت. وهدخلها بقى كده الميكروف يا حبيب قلبي تدوب معايا، وبعد كده نسوق بيها الكيكه بتاعتنا الحلوه الجميله. احنا بقى كده الشوكولاته البيضه والشوكولاته علشان خاطر بقى ننزل كده بنفس يعني زي ما احنا شايفينها بره بالظبط. ان شاء الله باذن الله هنعملها في البيت بطريقه سهله. انا زودت بقى الشوكولاته اللي هي الشوكولاته الخام علشان خاطر البيضه. احنا هنعمل بس رسمه كده. هننزل بقى كده يا حبيب قلبي، طبعا بلبن بيعمل كده، شايفين بالشكل دوت. ريحتها فظيعه
وزيزو واقف بان بيشرح ولا بيعيط، انا مش فاهمه منه حاجه خالص، هو عايز يجي وخلاص. ننزل بقى كده يا حبيب قلبي لما ايه نغطيها بقى كلها بقى الشوكولاته كده يا حبيب قلبي، ومعانا بقى كده الشوكولاته البيضاء. وهننزل بقى كده يا جمال ويا جمال، بجد ريحه حلوه قوي، والطعم ان شاء الله باذن الله هيكون احلى كمان، والشكل كمان خرافه. بجد تستاهل التجربه، والكيكه بتاعتنا حلوه قوي ومقاديرها جميله، ان شاء الله باذن الله تجربوها يا حبيب قلبي وتعجبكم. نعمل بقى العكس بقى كده، ناخد كمان دي كده. طبعا شايفين الطبقات حلوه وخفيفه وجميله، وبجد عشان نجيبها من بره هتلاقيها غاليه قوي، فاحنا بنحاول بقى نعمل برضو في بيوتنا حاجات حلوه ترضي ولادنا وفي نفس الوقت ايه اقتصاديه وكده، حلوه قوي. طبعا العلبه بتحلف لي ان هي ما فيهاش تاني خلاص. شايفين بقى الجمال حلو قوي، وبجد هي اسمها كيكه الهبه عشان اول ما بتاخدوا قطمه كده بتحسوا ان هي بتطلع بتضرب في الدماغ كده، طعمها حلو قوي، هتعجبكم يا حبايب قلبي. هوريكم كمان كده وانا بطلع قطعه كده منها، زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، سهله وما خدتش اي وقت خالص. نطلع بقى قطعه كده منها، شايفين الجمال حلوه قوي وريحتها حلوه، وكمان عايزه اوريكم الصينيه من جوه غرقانه كمان شوكولاته، شايفين كده الصينيه حلوه قوي. بجد بجد بتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوها، طريقتها سهله وبسيطه وجميله قوي، وكل اللي بتمناه من ربنا هي محبتكم ليا ودعمكم ليا باللايكات وبالاشتراكات الجديده. بشكر كل حبايب قلبي اللي نوروا قناتي وشرفوها كده باللايكات الحلوه وبالاشتراكات الجميله، ودايما ما تحرمنيش من كلامكم. لو عجبكم الفيديو حبايب قلبي يا ريت ما تنسونيش باللايك، وان شاء الله باذن الله كل يوم جديد في مطبخ رش صبري اشوفكم على خير، باي.